بيان إلى الرأي العام العالمي. إلى متى هذا الصمت الدولي على هذه الجرائم بحق الإنسانية؟ لقد بلغ حقدهم عنان السماء، لقد أعمت قلوبهم الكراهية. لا يوجد تعبير يصفكم أيها الأوغاد يا أحفاد جمال باشا السفاح. ماذا تريدون منا نحن الشعب الآمن؟ أيها المحتلون الأتراك، أعجزت كل خططكم ومحاولاتكم النيل من إرادة شعبنا حتى لجأتم إلى استخدام الكيماوي المحرم دوليا؟ ألم يبقى لكم خيار غيرها لتقتلوا أناسا أحبوا أرضهم وتشبثوا بها؟ إنكم عاجزون عن تحقيق أهدافكم الخبيثة، وأن استهدافكم للغريلا ولكل الشعوب الموجودة في المنطقة بالكيماوي دليل غدركم الذي تعلمتموه من أجدادكم العثمانيين. لا، ولن نستسلم، سنبقى ندافع عن أرضنا وعرضنا مهما فعلتم. اقذفوا حمامكم حقدكم علينا فنحن نزداد إصرارا كل يوم على تحقيق النصر. لن نتراجع وسيستمر مشروعنا، وستعود الأرض لأهلها بفضل شهدائنا. ومن هنا، من أرض الشهداء، أرض تفوح منها رائحة الياسمين، وباسم مجلس عوائل الشهداء في دير الزور، نقول للعالم: انظروا إلى تركيا ماذا تفعل. إنها اليوم تقصفنا بالأسلحة الكيماوية، وغدا سيكون دوركم لتقصفكم. ندعو جميع المعنيين من الأمم المتحدة وحقوق الإنسان محاسبة هؤلاء القتلة، فهم مجرمو حرب ويجب محاكمتهم على فعلتهم. كما أننا ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الجبان الذي أودى بحياة عدد من الرفاق الأبطال. إنها أرض شمال وشرق سوريا تزهر بدماء الشهداء، تدفع بالشهيد تلو الشهيد حتى تحقيق النصر. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا.